بس ها تعال. انا شلون احكي؟ شلون تحكي؟ ايه احكي مثل اللي قبلك. اللي قبلي؟ اللي قبلك. هي سهله. سهله ودعتك. يلا. توكل. سيادة رئيس الوزراء، كيف تقيمون الوضع بالعراق الآن؟ اوقف اللي قبلك كلش كان قصير. احنا اليوم ماضيين باصلاحات. اليوم ماضيين باصلاحات، يعني اليوم وبكره وفي وقت ضيق. لن نسمح باي شخص بانه يضرب الدستور. انا رئيس وزراء لا تجاوز الدستور. الكثير من الناس لا يتجاوزون الدستور. لذلك يجب علينا ان نتغلب على هذه الامور في وقت ضيق. تفضل. نعم. يجيك صحفي يسألك ما هو رأيك حول الاضطرابات الأمنية التي يتهمكم البعض بالتهاون في حلها؟ هذا أعتقد شوية طويل مو؟ لا هذا يحتاج اللي قبله، كان قبله أطول شوي. شو كان السؤال؟ كيف تقيمون أو ما هو رأيك بالاضطرابات الأمنية اللي يتهمك البعض في عدم حلها؟ هذه التصريحات تظهر بين فترة وأخرى في البصرة وفي الأنبار. في البصرة وفي الأنبار وفي بغداد تفجيرات هنا وتفجيرات هناك. لذلك أنا أخذت الجيش وتوجهت إلى البصرة في عملية أمنية استباقية استخباراتية، وأنا أتمنى على أهل البصرة أن لا ينسوا مثل هذه العملية، وأن تبقى حاضرة في أذهانهم اليوم وبعد سنوات. نعم. نعم. هل سيخرج العراق مما يمر به الآن؟ اللي قبله نحكي شوية؟ اللي قبله شوية بعد. بس ما يتهمون. صعبة فعلا. خليك شفاف. إن السوسيولوجيا الثقافة العراقية. يجب علينا تجاوز المحنة لا عبور المحنة، لأن تجاوز المحنة يعني تجاوزها، أما عبور المحنة فيعني عبورها. إن أنثروبولوجيا فينومينولوجيا العراق تحتم علينا بأن نستمر في مثل هذه المآثر. لذلك نحن سنستمر في الكونفوشيوسية التي بدينا بها. تفضل. تفضل. سيادة رئيس الوزراء، هل اتفقتم سياسيا على حل الملفات العالقة؟ والله ما أدري يعني. والله ما أدري. أنا قلت له هذا لا في وقتها لما هذه اجتمعنا وهذا، وقلت له في وقتها، قلت له أنتم يعني ما يصيرون تدورون البلد بهذه الطريقة، يعني هذا البلد لازم ما تدورونه. يعني قلت له في وقتها. ايش قال لك؟ والله ما أدري يعني. أنا في وقتها تحدث والله ما أدري شنو قال. وهذه المآدي ترى من النوع العيب.